بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. معلش يا ولاد، اعذروني بقى على صوتي عشان انا عندي كمية برد رهيب. بقالي كام يوم كده ومش عايزة تروح. حتى مخلياني كده مش نشيطة، ولا عايزة اشتغل ولا اعمل فيديوهات ولا اعمل اي حاجة. كل سنة وانتم طيبين. خلاص يا ولاد، رمضان ما عادش عليه حاجة، قولوا تقريبا إيه 16 يوم تقريبا. كل سنة وانتم طيبين. فخلاص بقى قلنا ايه، لازم نعمل المخلل. انا عاملاها بقالي 3 ايام اصلا، بس زي ما بقول لكم انا ايه، انا منش ما كنتش قادره ان انا اصور او اعمل اي حاجه، ولا حتى ليا نفسي ان انا انزل فيديوهات، عشان بس تعبانه وهمدانه وصوتي رايح والحاجات دي كلها. المهم عشان ما نطولش عليكم، طبعا انا عملت معاكم المخلل قبل كده يجي كام مره، بس طبعا عشان لو حد جديد لسه داخل القناه ومحتاج ان هو يعمل مخلل ولا حاجه عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين يا ولاد. وبعدين الحاجات كلها متوفره يعني، فليه ما تعمليش الحاجات في البيت بدل ما تيجي تحتاسي بعد كده وتشتري، والحاجه غاليه اصلا. انا جبت كيلو ليمون كان ب12 جنيه، انا جبت بالعشرين. زي ما انتم شايفين كده، قلت هو يعني مش بيتاكل قوي، يعني العيال ملهمش فيه قوي، بس طبعا انا وندى وحماية وجوزي وكده بناكله، فقلت ايه مش هكتر برضو، إيه عشان ما يبص عندي برضو، يعني يبقى الاسم ان انا عندي ليمون معصفر، وفي نفس الوقت ايه مانيش مكتره ولا حاجه عشان ما يترماشي او ما يبصي او كده، يبقى على قد الاستهلاك يعني. زي ما انتم شايفين كده، فتحته الاول 4 فتحات زي ما انتم شايفين، وحطيت المية على البوتاجاز، يا دوبك غلت كده، حطيتها خدت قلبة واحدة بس وطلعتها. ده ليه بقى؟ ده عشان طبعا انا محتاجاه على رمضان عشان يعني يلحق يستوي. وبما اني هعمل مخلل واحتاج هرسة الشطة او الدقة يعني زي ما انتوا بتسموها بقى، فقلت ايه اما اجيب كمان الفلفلة ديت. للأسف هو الكيلو ب15 جنيه، بس انا مضطرة يعني. بتنفعني في حاجات كتير. بعمل منها الدقة زي ما انتوا عارفين، وبحط منها في المش. بحطها صحيحة زي ما هي كده، القرن بقرنه كده. وكمان بحط على المخلل، وبحط على اي اكل انا عايزاه. باجي اعمل كبدة مثلا بحط معلقة، هي بتبقى حراقة يعني. وبحب احطها بالبذر بتاعها كده، ما تشيليش البذر بتاعها ولا اي حاجة. تحطها طبعا في الكبة او في الخلاط زي ما انت عايزة. لو انت بقى تخزنيها في التلاجة وعايزة تعمليها دقة، تستخدميها بس دقة بس، وعايزة تهرسي معاها التوم او تفرمي معاها التوم، مفيش اي مشكلة. حطي التوم معاكي في الكبة وانت بتفرمي الفلفل، وهيطلع معاكي ايه مظبوط. حط شوية خل بس كده عشان تمشي الكبة، وعشان كمان تحافظ على الفلفل لما تخزنيه في التلاجة. مش تخزنيه يعني، هتسيبيه في التلاجة تحت ايدك كده عشان لما تعوزي تاخدي منه لأي طلب. وزي ما قلت لكم، زي ما انتم شايفين بيبقى إيه بالبذر بتاعها كده. هو اسمه بذر ولا اسمه ايه؟ ما علينا. ضربته في الخلاط اهو، طبعا هو هينزل المية بتاعته ديت انا هاخدها اعمل بيها المخلل. مش عايزه اسبق الاحداث، وعايزاكم بس ايه تبقوا معايا خطوه بخطوه كده. وما تكسليش والله يا بنتي وتقولي انا هبقى اشتري الحاجات دلوقتي موجوده في ليفت. والليفت على فكره بيروح كمان يعني، يا تلحقي يا ما تلحقيش بقى. في كرنبيط، في خيار وفي جزر، عشان تعملي يعني ايه بالنسبه للمخلل المشكل وكده. والفلفل الاحمر ده مش بنلاقيه برضو بسهوله يعني، خلاص يبقى ليه اوان برضو وبيمشي، مش بنلاقيه تاني. يعني انا لو ما جبتوش في الشتاء فين وفين عم بلاقي حد جايبه في الايام العاديه. ده الفلفل اللي هو الحراق ده، غير الفلفل طبعا الالوان بيبقى متواجد عادي. زي ما انتم شايفين صفيت المية خالص اهوت. طبعا المية دي مش هرميها، انا عملت النهاردة مع المخلل عشان انا عايزة المية ديت عشان اعمل منها ايه، احطها مع مية المخلل، بتخليها احمر وحلو كده، وزي ما تكوني شارياه من بره بالظبط. هو مفيش فرق اصلا ما بين ان انت تعمليه في البيت وان انت تشتريه من بره، طالما تحطي كل المكونات، وبيبقى مثلا معاكي كمية اكتر يعني. يعني مثلا هقول لكم على كل الحاجة بتاعة المخلل اللي انا جايباها بكام، وشوفوا عملت منها كمية قد ايه. كده هحط الملح على ايه، على الفلفل، وبعدين هخزنه، وبعدين احطه في برطمان واحطه في التلاجة. طبعا لازم احط شوية زيت عشان ما يجرلوش حاجة، او مثلا لو الدنيا بقت حر شوية ما يعفنش منك او يجراله حاجة، او طعمه ريحته اتغير شكله اتغير كده يعني.
جيت احطه في البرطمان ده، لقيت البرطمان ده يبقى كبير قوي على الكميه اللي انا كنت جايباها. فقلت لا، انا هغير البرطمان وهجيب ايه، هجيب برطمان صغير. جبت برطمان صغير اهوت، وحطيت برضو فيه شويه زيت. بالنسبه بقى اللي انت عايزه تعملي دقه وعايزه تحطي التوم زي ما قلت لك حطيه، مش عايزه تحطي التوم وعايزه تعملي التوم طازه، في ناس ما بتحبش التوم في التلاجة وانا منهم يعني. بعمله بقى في وقت ساعتها طازه. يعني انا مثلا عايزه اخد دقه من ديت، اعملها ايه، اعملها للسمك مثلا. اقوم دقه فصين توم او فرمه فصين توم، وجايبه معلقتين من ديت، وحاطه الملح وحاطه الكمون، ويعني عامله خلطه السمك يعني، ايا كان بقى انت بتحط عليها ايه، وتقوم عامله منها حاطه عليها يعني زي ما انتم شايفين كده، زي ما اعصر منها الميه، وحطيتها في البرطمانين دول. وبس كده هسيبهم بقى في التلاجة. طبعا هعمل برضو منهم المخلل، احط على المخلل ان شاء الله يا ولاد. التعب يا ولاد، ادعولي. زي ما انتم شايفين كده حاجة اخر حلاوة. طبعا انا شلت قرنين تلاتة كده عشان احطهم في المخلل، وعشان كمان احط في المش. احلى حاجة في المش بقولكوا بقى، شايفين بقى يا ولاد الحاجة بتاعتي دي كلها. طبعا كله انتوا شفتوني قبل كده وانا مقطعه المخلل، وريتهولكوا قبل كده بالتفصيل، فما رضيتش برضه اصور المره دي بالتفصيل، انتوا خلاص حفظتوا يعني. او اللي مش حافظ ومش عارف، دي قطعه يا ولاد كده، بيبقى فيها حاجه كده بتقطع الحاجه طرنشات زي ما انتوا شايفين، او قطعها بالسكينه عادي. بس انا بتكلم على الشكل، انا بحب عندي ان الشكل يبقى قبل اي حاجه، قبل الطعم وقبل اي حاجه. يعني انا مثلا عندي الشكل حلو بيفتح نفسي على اي حاجه حلو، على اي حاجه تانية. تمام. غير انا عارفه طبعا ان مش بالشكل، في ناس كتير الطعم عندهم اهم. انا عندي الشكل الاول وبعدين الطعم. يعني انا مثلا إيه شكل المخلل لما تشوفوه دلوقتي كده تقول الله، ده شكله يفتح النفس قوي، احنا عايزين ناكل منه. فاهمين؟ فجبت حله كبيره زي ما انتم شايفين، حطيت المخلل اللي هو عباره عن ايه، عباره عن جزر وخيار ولفت وكرنبيط او ارنبيط، اي حاجه انتوا بتقولوها بقى. شويه بصل بقى صغير كده من البصل اللي عندك اللي خلاص هيودع السنه ده، وتقومي واخداه كده ورشه عليه ومقطعاه. عندك صغير هتسيبيه صغير زي ما هو مفيش، وعايزه تجيبي كبيره هاتيها وقطعيها 4 5 كده زي ما انت شايف. انا حاطه هنا بصل بس تقريبا اهو على الوش اهو. حطيت حبه البركه. تمام. وحطيت كمان عصفر. العصفر ده برضه بيجي من عند العطار يا ولاد، اي حاجه بتيجي من عند العطار. وزي ما انتم شايفين اهوت، هعبي بقى المخلل المشكل. هتقولي لي ملح قد ايه، هتقولي لي الميه قد ايه، مش عارفه ايه، انا اقول لك بس شويه معلومات بسيطه كده. عايزه تاكلي المخلل بسرعه، ما يقعدش مثلا شهر ولا اسبوعين ولا حاجه، هتحطي ميه دافيه خلال لا مش 3 بالظبط، يعني خلال 4 ايام هتقوم واكله منه على طول. ولو انت مخلله خيار بس وعايزه تاكليه بسرعه برضو، حطي الميه دافيه مسافه الصبح، هتقومي تلاقي نفسك المخلل الخيار استوى وهتاكلي منه. زي ما انتم شايفين عبيت البرطمانين دول. مش عارفه بياخدوا 8 كيلو ولا 10 كيلو. هو البرطمان كده يعني، لما كنت جايباه بياخد 8 كيلو او 10 كيلو. فانا ما وزنتش، بس زي ما انتم شايفين الكميه دي كلها اهي. وكان فايت كمان شويه صغيرين عملتهم في برطمان صغير خالص، كان منه احنا بقى ايه بعدين. حطيت هريسة الشطة زي ما انتم شايفين، وحطيت كمان المية اللي كانت نازلة من هريسة الشطة. دي بتخلي الطماطم طماطم ايه، دي بتخلي المخلل احمر وشكله حلو كده. حطيت ملح اهوت بالنظر كده زي ما انت شايفة. وتحط المية وتقلبي. وممكن تدوقيه كده بمعلقة شاي، بصبعك كده اي حاجة يعني. انا بكلمكم بالعادي خالص، الفلاحي خالص خالص اهو. ان مثلا ما فيش، ما تحكميش نفسك بمقادير وما تحكميش نفسك بحاجه. خلي كل حاجه قدام عينيكي تبقى بالنظر كده، شويه خلي هنا وشويه خلي هنا. حطيت شويه ملح هنا وشويه ملح هنا. بالنسبه ان انا هعمله رمضان ومش عايزاه يخلص قبل رمضان، فانا مش مكتره الملح. وكمان هحطه في قلب التلاجة بالبرطمانات زي ما هي كده في التلاجة، لان انا لو سبته بره هيستوى بسرعه، وانا طبعا مش محتاجاه انه يستوى بسرعه. لو استوى بسرعه هضطر ان انا ارجع تاني اعمل مخلل تاني عشان رمضان. لا، وانا على ايه بقى مصرفش مثلا، يعني انا مثلا صرفت يا ولاد
هقول لكم جبت الخيار ب20 جنيه، واللفت كان 3 ب10، جبت ب15 لفت، انا كده 35. وجبت جزر ب15، انا ده 50. وجبت الكرنبيطة ب10، 60. 60 غير الفلفل، يعني قولوا كده الفلفل بالليمون بالمخلل بالخلطة دي كلها كلفت 100 جنيه. بس ال100 جنيه ومعايا كمية قد ايه تكفيني فطار وسحور، وتكفيني لحد ما رمضان يخلص ان شاء الله بإذن الله. وكده يا ولاد المخلل اهوت زي ما انتم شايفين، قلبته طبعا لسه لونه هيتغير وهيبقى زي بتاع المحلات بالظبط، ومفيش اي فرق. طبعا هتقولوا إيه يعني الشكل، شوفوا الشكل يغريكوا كده ان انتوا عايزين تاكلوا منه. طبعا اي حاجة هتفيض منك هترجعي تعينيها تاني عشان لما تعوزي تعملي تاني. ويا رب يكون الفيديو النهاردة سهل وبسيط عليكي، وما تكسليش يا عسولة انت وهي، وقومي اعملي طلباتك وطلبات بيتك زي ما انت شايفة كده. عشان ايه؟ عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعودها علينا وعليكم بالخير يا رب، والصحة والسلام. يا رب تعملوا المخلل وتشجعوا نفسكم كده وتشجعوني، ويا ريت تكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم، ما تنسونيش في اللايك. ويا رب يكون الفيديو النهارده ايه, إيه ده انا لسه ما خلصت. نسيت يا ولاد والله، انا كنت مفكره ان انا اخري كده في المخلل. نرجع تاني ونبتدي من تاني. ما تنسوش يعني سيبكم ان انا كنت بوضحكم من شويه، لا احنا لسه مع بعض شويه كمان اهو. انا كنت نسيت اسمه ايه ده، الليمون المعصفر. الليمون المعصفر بقى بتعملي فيه ايه؟ هتجيبي جزرة مبشورة، هتجيبي عصفر، هتجيبي حبة البركة زي ما انت شايف كده، تقوم حاطه كله على بعضه، وتحطي إيه 3 4 معالق ملح على الكمية اللي انت شايفاها دي. وانا حطيت معلقة هرسة شطة برضو، وشوية زيت. انا عارفة ان انا خدت زيت كتير بس يلا، احسن برضو ما انا هشتري برضو بمبلغ وقدر يعني. وتحطي كمان شوية عصير ليمون، عصرة ليمونة كده. انا طبعا خدت كوباية من المية اللي انا كنت او الليمون وقع، يلا خدت الشر وراحت. بس انا قلت لكم انتوا تحطوا عصرة ليمون برضو، وانا كنت واخدة شوية مية من بتاعة سلق الليمون عشان احطها اعمل منها ايه، المية بتاعة الليمون المعصفر. دي الخلطة اللي انت هتحشي بيها الليمون المعصفر. هتحطي شوية زيت في الارضية كده، وشوية برضو خلطة من بتاع الليمون المعصفر زي ما انتم شايفين كده. وبعدين كتريش يا بنتي بقى، خلاص كفايه. بصي انت ممكن بقى تعملي برطمان على قدك، لو هتجيبي لك نص كيلو هتجيبي لك مثلا ب10 جنيه. وطبعا الكميات هتبقى قليلة عن كده، على حسب بقى. ما هو برضو ايه، لما يبقى 7 افراد بياكلوا حاجة، مش زي 2 مش زي واحد، فاهمين؟ بس انت انا بديك الفكرة ان انت تعملي بس حاجتك في بيتك. والتحضيرات لرمضان حاجة تانية برضو يا ولاد، بتخليكي تحسي ببهجة كده وان انت مش يعني فارق معاك ان رمضان جاي وبتحضري له، سواء اكل سواء عصاير سواء مخللات. إيه، بيبقى حاجة فرحة كده غير الأيام العادية. يعني انت بتبقي ممشيها كده بالبركة في الأيام العادية، ولا فرقة ما يبقى معاكي مخلل، ولا عندك ليمون معصفر، ولا عندك أي حاجة في أي حاجة. بتمشيها كده. انما رمضان برضو ليه تحضيراته وليه حاجة وبهجة كده وحاجة حلوة. الليمون زي ما انتم شايفين مش مسلوق، هو خد قلبة واحدة بس على البوتاجاز في المية اللي بتغلي، قلبة واحدة بس عشان ما يتهريش منك، وعشان كمان يستوى يعني خلال الشهر. يعني على اول رمضان ان شاء الله باذن الله لما انزل لكم فيديو اوريكم ان احنا ايه بناكل منهم. خلصت كل الكميه اللي عندي، حطيت برضو شويه عصفر لان كان هيفيض اصلا. حطيت بقى ايه فلفلايه حمرا كده. وبعد كده هحط الميه بتاعته ميه سلق الليمون. الميه نضيفه زي ما انتم شايفين. حطيت ميه سلق الليمون، وهحط ملح، وهحط احط ايه تاني، احط يا ربي زيت، احط زيت كمان وملح. وتقلبي بقى، وتقومي حاطه الخلطه ديت برضو او الميه ديت على المعصفر، وتقومي مغطيهم. حطي يا ستي الملح خلاص. الولد ابني كان قاعد جنبي ملخمني وعمال يكتب الواجب.
بصوا معيشاكوا الدنيا عادي اهوت خالص، ولا فرق ان احنا بنصور ولا ماشية ولا مش عارفة ايه ولا اي حاجة. بصوا عادي خالص خالص. قلبت الملح في المية. يا اختي شوفي اللي في ايديك عاملاه، بص على التلفزيون. حطيت الملح في المية اللي هي بتاعة الليمون، بتاع سلق الليمون اللي عليها زيت وخل، وهغطيها كده. للاسف انا لو كنت عارفه ان انا هعمل في البرطمان ده كنت كترت شويه عشان يبقى على الاخر. بس بس قلت يلا مش مشكله، بس احنا نخلص ديت وربنا يحلها. ابني بعد ما ساب الواجبات راح يجيب الشيبس وياكل ولا همه اي واجب. ربنا يهديك يا زين. زي ما انتم شايفين كده شكله فل. نحط برضو شويه زيت على الوش، وبعدين هنقوم مغطيينه بقى وسايبينه. معلش اعذروني ان على انا صوتي، عندي انا قلت برد لكم وكده ان يعني انا فغصب عني. وبرضه مش عايزه والله ان انا اكتر يعني. قعدت ايام كتيره من غير فيديوهات. وعشان برضه لو حد حابب يعمل مخلل، لان في ناس زمايل يعني واصحابي وكده قالوا لنا مش هتعملي المخلل بقى. قلت لهم انا عملت. قالوا طب انت ما صورتيش ليه، احنا عايزين نعمل احنا كمان. فاضطريت ان انا انزل الفيديو حتى وانا تعبانه وحتى وانا صوتي رايح، فمعلش سامحوني واعذروني على صوتي. وكده يا ولاد نبقى وصلنا لاخر الفيديو. زي ما انتم شايفين اللي عملناه النهارده، هرست الشطه مع حضراتكم، والمخلل المشكل الجميل العسل العسوله اللي من عمايل ايديا وحياة عينيا، وكمان الليمون المعصفر. ما تنسونيش في اللايك، ويا رب الفيديو يعجبكم، ومع الف سلامه.